اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من رياكشنز. قبل ما ابلش هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل وخلينا نوصل هذا الفيديو ل 300 لايكس، اكثر من هيك ما بدي. واللي رح يسالني ليش حلقه دقنه، حلقتها بالغلط، طارت هيك لمح البصر طارت. فمثل ما كنت عم بقول حطوا لي هذا اللايك عشان تدعموني، وما تنسوا كمان تحطوا هذا الجرس اللي بضل يطلطن حتى يوصلكم كل شيء جديد. وللناس اللي ما بيحبوا الفيديوهات تبعولي ما تنسوا تفوتوا تكبسوا ديسلايك، لانه كمان كل ما عملتوا ديسلايك ولايك كل ما بيوصل الفيديو لعالم اكثر، وانا بتشكركم. نزل فيديو جديد خليني تفوت اعمل له ديسلايك. الرياكشن تبعتنا اليوم هي عن اشياء تراها كل يوم من حولك لكن لا تعلم وصفتها الحقيقيه. خلينا نروح ونحضر الفيديو سوا. تحولت بعض الأشياء التي نستخدمها يوميا إلى جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي. طبعا مثل العادة الانترودكشن الطويلة. فمن الممكن أن تلاحظ أن تلك الأشياء قد تم تصميمها. نعم. أولا قطع القماش الملتصقة بالملابس الجديدة. بالطبع اشتريت من قبل ملابس جديدة ووجدت أنه مرفق معها قطعة قماش صغيرة بنفس خامة قماش الملبس. حين ما بتذكر اني بحياتي اشتريت قطعة ثياب جديدة وكان معها هيدا الغطاء. يأتي في عقلك للوهلة الأولى أن استخدامها الأساسي هو أنه في حالة تعرض هذا القماش إلى القطع فبإمكانك إعادة ترقيعه بتلك القماشة. إذا كان هذا بالفعل اعتقادك فأنت مخطئ تماما، لأنك حتى دائما تنسى أين وضعتها بمجرد أن تعود للمنزل. حينها تشعر كما لو أن الأرض انشقت وابتلعتها. كما أن الأرض انشقت وابتلعتها. هيدا قصده عن نفس المثل، بس بدك الريموت كنترول، بس ما تكون عايزه بتلاقيه دايما بوجهك، وبس بدك تدور التلفزيون بتقعد ساعة تفتش عليه. لن تجدها مجددا حتى إذا قررت وضعها في مكان ما، وعندما أعود لأخذها أجد أنها قد اختفت تماما. هيدا التفسير البيولوجي للقطعة اللي بتجي مع الثياب. انتبه، إذا وضعتها في مكان وأنت بتذكر وين، عندما تأتي لا تجدها. يا باطل يا باطل شو ديب. حينها إذا تعرض الملبس لقطع فإنك على الفور ستلقيه في القمامة. هذا نعم. كله لأنك لم تستطيع إعادة ترقيعها بتلك القماشة الزائدة. ستلقيه في القمامة لا للترقيع. فلتلك القماشة وظيفة أخرى لا يعلمها أحد. وظيفة أخرى لا يعلمها أحد. انتبهوا، حتى الذي وضع هذه القماشة لا يعلم لماذا كانت في البنطلون. في الواقع تستخدم قطعة القماش تلك لتجربة المنظفات عليها، وبتلك الطريقة بنات هل تعلم علوم وتكنولوجيا اكتشفوا لماذا تستعمل هذه القماشة. وهذا الايميل تحت للتواصل والاعلان حسين888@gmail. بعتوا له وتشكروه انه لقى الحل للقماشه. يعني هلا بتروح بتقولوا للماما انتبهي على القماشه، خليها تغسلها وتجرب اي مسحوق واي حراره بدها تحطها كرمال ما تنتزع البلوزه. لكن السؤال هو ماذا ان لم يكن هناك قماشه في البنطلون؟ الحل عندي. اذا هي قناه هل تعلم مفكره حالها كثير ذكيه فتعالوا شوفوا الفتحه هون. الحل هو بتجيب البلوزه اللي بدك شاريها، بتجيب المقص وتقطع جزءا من البلوزة أو بما يسمى بالتيشيرت، وهكذا تكون أخذت قطعة من التيشيرت ثم تضع عليها المسحوق، وهيك بتكون عرفت أي نوع جلو بدك تستعمل. كما أنت عبقري. أكمل. وجود رقم 57 على زجاجات الكاتشب. بالطبع مررت بتلك اللحظة التي قمت فيها بإضافة الكاتشب على طعامك فانفجر الكاتشب كله خارج الزجاجة ليملأ نعم. كل مكان حولك على طعامك. لكن لتجنب تكرار هذا قامت شركة هاينز بتصميم زجاجة خاصة لكي يخرج الكاتشب من شركة هاينز، ولهذا قامت الشركة بطباعة رقم 57 على الزجاجة. ولا يعلم أحد على الإطلاق فائدة كتابة هذا الرقم. فقط 11% من الأشخاص حول العالم يعلمون الغرض لا يعلم بها أحد حول العالم، لكن فقط 11%. الأساسي من طباعة هذا الرقم. في الواقع المكان المطبوع عليه هذا الرقم هو المكان المناسب للضغط عليه ليخرج الكاتشب من مكانه. احترسوا وانتبهوا جيدا. شركة هاينز التي تصنع الكاتشب طبعت رقم 57 على زجاجاتها. على شو؟ على زجاجاتها. و11% من العالم بالعالم، 11% من العالم بالعالم تعرف لشو بيستعملوها هيدي ال 57، وهو قال انه لا يعلم بها احد. خيي اعتبرني حمار. رجعت لي هذا الفيديو. هذه زجاجة الهاينز عليها رقم 57، اعتبروا هيدي الزجاجة عليها رقم 57، ماشي؟
لتسكب الكاتشب عليك أن تضغط على زر 57. يعني إذا أردت أن تكبس على 57 على زجاجة هناك احتمالا لا تنزل الكاتشب، بس إذا كبست على وحدة مثل هاي بينزل الكاتشب. ومنشوف الغطا هون مع فتحة مثل هاي، يعني بتضغط عليها بينزل الكاتشب برواق يا فرحة. عندما نرى تلك الكرات الموجودة على القبعات فإن كل واحد منا يخطر بباله نفس السؤال: ترى من هو الشخص الذي جاءت في باله تلك الفكرة السخيفة؟ إنها ليست فكرة سخيفة، بل إنها لتعطي شكل كيوت للإنسان. لا أقصد تلك الكرات اللطيفة التي تمسكها المشجعة بأيديهن. يا عكروت يا عكروت. هنا عم يفرجوا كمان إنه هن شوي open minded، بحطوا بالفيديوهات تبعولن nudity content or cheerleaders. لكن في الواقع تلك الكرات الفروية وظيفة مستقلة. تعود تلك القصة إلى قبعات الجنود البحرية الفرنسية، حيث دائما ما كان يصطدم هؤلاء الجنود على رؤوسهم أثناء تحرك السفن خلال الحرب العالمية، ولهذا قرروا وضع كرات من الفرو فوق القبعات لتخفيف ألم الاصطدام. شو عم يحضر الحمار؟ هلا بطل واحد يخاف من الاصطدام. على كل حال انا بشكر قناه هل تعلم على هالمعلومات المفيده. من هلا ورايح انا حصير اكبس على ازازه انينه الهاينز كرمال ينزل، او الهاينز عشان ينزل منها كاتشب، وكمان خزيقه تيابه كرمال نشوف اي مسحوق لازم استعمل. وهيدا كان كل شيء اليوم. اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بقناتي، وما تنسوا تحطوا هذا الجرس اللي بيطنطن، صرت بعرف اقولها كثير منيح حتى يوصلكم كل شيء جديد. وانا مثل العاده هلا بقول لكم